واخيرا تم القبض على التيك توكر لوليتا. اتقبض عليها امبارح، كان يوم الجمعة بتاريخ 24 اكتوبر، والنهاردة كان الحكم. اللي حصل وتفاصيلها هنشوفها مع بعض. الحمد لله اتقبض عليها، لان الوحيدة او مش الوحيدة دي من ضمن الفئة اللي بتحسسك ان انت داخل عليها اوضه النوم، مش داخل ان انت تتفرج على فيديو ليها، او ان انت داخل على صفحتها على التيك توك. هنشوف تفاصيل مع بعض. ففي الأول صلى على النبي، وكمان حط لنا اللايك الحلو، ونبتدي نشوف التفاصيل مع بعض. طبعا النهارده كان الحكم على التيك توكر لوليتا. اللي حصل ان لوليتا من اصعب الفيديوهات اللي ممكن حد يتفرج عليها، ان هي مش صغيره في السن اولا، وكمان يعني محدش هيقول لك لسه طفله مش فاهمه مراهقه، لا ده طفله كبيره، بنت كبيره وبنت عاقله جدا وعارفه هي بتعمل ايه. هي فاكره ان هي كده هتجيب الشهره وهتجيب المال السريع من خلال ان هي تعري في جسمها او تصدر جسمها. طبعا الفيديوهات بتاعتها، اللي ما يعرفش لوليتا، هي عندها حساب على التيك توك، في قلبه 2 مليون ونص. طبعا المشاهدات بتاعتها بتعدي ال 34 مليون مشاهدة، يعني الريتش عندها مش قليل. ودي من اوائل الناس اللي كان المفروض يتقبض عليها، لان النوعية دي بتكون يعني بتدي ايحاء للبنات المراهقة ان دي الحاجة المطلوبة عشان تبقى البت الجامدة، تبقى البت اللي مفيش منها، او ان انت عايزة تعملي محتوى، فده الهدف ان انت تستهدفيه تطلعي بيه، يعني ان انت تقلديها تطلعي بيها. طبعا الفيديوهات اللي قدامكم، تخيلوا ان دي الفيديوهات المحترمة، يعني انا جايبه لكم لقطات منها محترمة. الباقي بعد كده صعب جدا. لوليتا بتحسسك ان انت داخل عليها اوضه النوم، مش داخل عليها البروفايل بتاعها او الاكونت بتاعها على التيك توك. طبعا الفيديوهات بتاعتها كلها صعبة جدا، والحمد لله ان هي اتقبض عليها، علشان اللي لسه متعسي من اللي بيحصل ومن الحملة اللي بتحصل دلوقتي من تنظيف التيك توك، اللي لسه متعس وبيقول انا مالي انا في حالي، يعرف ان اي حد ما بيعرضش محتوى هادف او محتوى يعني بيدي فيه اي تفاصيل او اي معلومة لاي حد يتفرج عليها، يبقى عارف ان هو مصيره الحبس. طبعا الحكم على التيك توكر لوليتا في تهمتها بنشر فيديوهات مخلة الاداب العامة. طبعا النهارده هيبقى الحكم عليها. طبعا تصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها على التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة للآداب العامة، وكانت جهات التحقق قررت حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة بسبب حكم قضائي صدرت بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في تهمتها بنشر فيديوهات مخلة للآداب العامة. وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجة لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء. وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنية إجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهيرة، وتم اتخاذ إجراء قانوني لالتزامها. طبعا أنا بفضل إن هي تاخد أقصى عقوبة عشان تبقى عبرة لأي حد لسه متعسي، أو إن هو لسه بيفكر إن هو يطلع بمحتوى مشابه ويصدر جسمه لحاجة زي دي. طبعا عشان نحافظ على أولادنا وعلى أطفالنا اللي بيفكروا ان هم يطلعوا على الميديا وشايفين ان دي الحاجة الوحيدة اللي هتجيب شهرة او هتجيب ريتش، بخلاف ان هم يفتكروا ان هم يقدموا محتوى يطوروا بيه نفسهم ويفيدوا بيه المجتمع. طبعا اي بنت بتفكر ان هي تمشي باي لبس زي ده برضه هيتطبق عليها نفس الحكم. قولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. في امان الله، مع السلامة.